كل الأسئلة اللي بتدور في دماغك من أول سحب كراسة الشروط للإسكان من البريد لحد استلام الشقة. لو أنا كنت مقدم قبل كده في إعلانات سابقة ولم يتم التخصيص أعمل إيه؟ طب لو أنا شغال في محل أو سوبر ماركت أو أي مكان تجاري ينفع أقدم وإيه الطريقة؟ أنا ممكن أسحب كراسة باسمي وكراسة باسم مراتي علشان يبقى لنا فرصتين في الحصول على شقة. طب هو لازم أسحب كراسة الشروط دي بنفسي ولا ممكن أبعت أي حد يشتريها؟ وكام مبلغ جدية الحجز؟ طب لو أنا لسه طالب وبشتغل أعمال حرة وسني فوق 21 سنة، طب لو أنا خارج البلاد ممكن أسحب كراسة الشروط ولا لأ؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض بالتفصيل دلوقتي في إعلان رقم 18 سكن لكل المصريين 5. بداية كده حضرتك بتسحب كراسة الشروط من البريد ب 250 جنيه وبعد كده بتدفع للشقة 90 متر جدية حجز من 30 ل 35 ألف تقريبا، وبعد كده بتجهز الأوراق وترفعها على الموقع الإلكتروني، وبعد شهر من غلق الموقع من التقدم بتظهر النتيجة من 3 ل 6 شهور. لكن هنا في تنبيه مهم جدا عاوزك تعرفه، في ناس بتشتري كراسة الشروط وبعد كده بترجع في قرارها وتقول لأ مش هقدم وتبيع الكراسة لأي حد بسعر أقل. نصيحة: اوعى تشتريها منه نهائي ولو ببلاش، علشان الكراسات بتتسجل على السيستم باسم ورقم البطاقة ورقم موبايل صاحبها، يعني لو اشتريتها من حد خارج مكتب البريد اسمك مش هيكون متسجل على السيستم وكده ربنا يعوض عليك. وما ينفعش كمان تسحب كراسة الشروط وانت خارج البلاد، لان لو بعد كده اتطلب منك شهادة تحركات هيتم رفض الملف. ولو انت داخل البلد بس مفيش وقت تروح تسحب الكراسة بنفسك وهتبعت حد، لازم يكون معاه أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الطلب. يعني بنقول لابد من تواجد صاحب الطلب وقت سحب كراسة الشروط من البريد بالبطاقة الشخصية. طب لو مش فاضي تعمل ايه؟ ممكن اي حد يروح يسجل لك كراسة الشروط بس لازم يكون معاه أصل البطاقة الشخصية. قبل ما تشتري كراسة الشروط لازم رقم الموبايل بتاعك اللي هتسجله في البريد وفي كراسة الشروط وعلى الموقع الإلكتروني يكون باسمك، لأنه الوسيلة الوحيدة للتواصل معاك من قبل الاستعلام والبنك. علشان الرقم لو مش باسمك وضاع أو اتوقف وحبيت تغيره هتتسوح وهتتعطل مدة طويلة جدا لحد ما يتم تغيير الرقم على السيستم. بعد كده يا سيدي لو منطبق هتبدأ تدفع أقساط ربع سنوية لمدة 36 شهر، يعني 6000 كل 3 شهور لمدة 36 شهر بإجمالي 72 ألف جنيه، وده على حساب إن الشقة بمبلغ 542 ألف. طيب هتقولي بعد ال3 سنين هعمل إيه؟ بعد ال3 سنين بينزل لك استعلام من الصندوق للتأكد من الأوراق اللي تم تقديمها وقت نزول الإعلان أو لتبليغه بأي مستجدات مثل تغيير الوظيفة أو السكن أو تغيير الحالة الاجتماعية مع تجهيز المستندات الدالة على ذلك، وبعد كده بتتحول للبنك الممول لتمويل الشقة. بعد كده البنك بيعمل عليك دراسة ائتمانية لتحديد المقدم والقسط الشهري، ودول بيختلفوا من شخص لآخر ومن بنك لآخر وبيتحسب على حسب السن والدخل الشهري والوظيفة وفترة التمويل. طب وإيه اللي بيتم بعد التقديم ورفع المستندات وظهرت النتيجة منطبق؟ لو بعد التقديم ورفع المستندات وظهرت النتيجة منطبق بس يكون المستندات اللي تم تقديمها على الموقع مظبوطة 100%، يبقى تطمن ليك شقة وهتستلمها على حسب ترتيب الأولوية، حتى لو اتأخرت بس هتبقى ضامن أولويتك. لو وقت التقديم كنت شغال قطاع خاص ومرتبك فوق الحد الأقصى للأعزب أو المتزوج وعملت حضرتك كده ناصح ورحت عملت شهادة دخل من محاسب قانوني علشان تظبط دخلك، للأسف هتتكشف وقت الاستعلام لأن المستعلم هيطلب منك إثبات دخل حديث مثبت فيه مدة عملك في الوظيفة، وطبعا هيطلع إنك مزاول للمهنة قبل نزول الإعلان، وهيطلب من حضرتك إثبات دخل بتاريخ التقديم وهيطلع أعلى من الحد الأقصى وقت التقديم. وهنا خلي بالك هيبقى تضارب بيانات وهيتم استبعادك. وعايز أقولك إن في ناس في إعلانات سابقة تم استبعادها بالفعل بسبب زيادة الدخل وقت التقديم ب10 جنيه بس. طيب يا سيدي،
في حالة سبق الحجز ليك بإحدى مشروعات الإسكان الاجتماعي وما تخصصش ليك وما استفدتش بأي حاجة، يبقى لازم في الحالة دي بتجيب مستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق. لو عندك أرباح أو حوافز لابد من ذكرها في إثبات الدخل. كلمة صافي الدخل دي لا تكفي، لابد من ذكر الدخل الشهري أو السنوي زائد الأرباح الشهرية أو السنوية زائد الحوافز الشهرية أو السنوية. طب لو أنت شغال في محل أو سوبر ماركت أو أي مكان تجاري، الأفضل في حالتك يا صديقي اعمل إثبات دخل ومدير المكان يمضي ويختمهولك ختم المحل وختم السجل التجاري. بلاش في الحالة دي من عند محاسب قانوني، لأن الأعمال الحرة اللي بتحتاج شهادة دخل من محاسب قانوني بتبقى أعمال حرة بدون مكان ثابت زي الأعمال الحرفية. وعايز أقولك إن مش شرط إيصال المرافق يبقى باسم حضرتك، المهم يكون نفس عقد الشقة اللي هيتم تقديمه. ولو كان الإيصالات الإلكترونية زي إيصالات فوري، هتروح حضرتك تدفع في مثلا زي شركة الكهرباء وتطلب إيصال مختوم مذكور فيه عنوان السكن الحالي. وعايز أقولك معلومة مهمة جدا، إنه مش مسموح تقديم الزوج والزوجة غير مرة واحدة فقط في الإعلان، لأن الزوج والزوجة ليهم ذمة مالية واحدة وليهم استفادة مرة واحدة فقط من مشاريع الدولة. لكن في نفس الوقت مسموح للأخوات حتى لو 5 إخوة إنهم يقدموا في أي إعلان لشقق الإسكان الاجتماعي، حتى إنهم ممكن يقدموا في نفس الإعلان علشان الأخوات بيعتبروا ذمة مالية منفصلة. أهم شيء يكونوا فوق 21 سنة ويكون ليهم دخل ثابت. طب هتيجي تقول لي لو أنا طالب وفوق 21 سنة وعايز أقدم ومفيش وظيفة، أقدم إزاي؟ حضرتك هتروح تعمل شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد بوظيفة أعمال حرة. بس خد بالك من حاجة يا صديقي، لابد ذكر إنك مزاول للمهنة أكتر من سنة على الأقل، وتكتب دخلك أقل من المذكور في كراسة الشروط. ولازم في الحالة دي تاخد صورة كارنيه المحاسب وشهادة مزاولة المهنة وتكون سارية. وفي سؤال مهم جدا كمان ناس كتير بتسأله، هو لو أنا مرتبي زاد بعد التقديم هيتم استبعادي؟ أقدر أقول لك لأ طبعا، لأن العبرة بالقبول والرفض بالنسبة للدخل وقت التقديم. وبكده نكون وصلنا لأهم مرحلة، وهي المراحل اللي بيمر بيها الملف بتاع حضرتك. أول حاجة الاستعلام الميداني من الصندوق بعد مرور فترة الأقساط الربع سنوية. بعد كده يا سيدي حاجة اسمها الاستعلام البنكي في المنزل والعمل من البنك. رقم 3 الدراسة الائتمانية داخل البنك الممول لمعرفة حالتك الائتمانية وقدرتك على سداد الأقساط، وده بيفرق حسب القطاع سواء كان قطاع خاص أو عام أو حر، والسن وفترة التمويل. رقم 4 أو رابع مرحلة معانا هي مرحلة التخصيص للوحدة، وده بعد موافقة البنك على الدراسة الائتمانية وإبلاغ حضرتك للعرض وموافقتك عليه. رقم 5 إن حضرتك هتروح تعمل توكيل بالوحدة للبنك وتوقيع العقود. المرحلة رقم 6 هي استلام العقد، وده في خلال من 3 ل 6 شهور. 7 تقديم الملف للجهاز، وده عبارة عن صورة العقد وبطاقات الرقم القومي وقسيمة الزواج بعد استلام العقد واستلام محاضر الاستلام. رقم 8 والأخيرة هي التعاقد على المرافق وإمضاء محضر الاستلام واستلام الوحدة، وربنا يوفق الجميع بإذن الله. ما تنساش يا صديقي لو عجبك الفيديو لازم تدعمنا بلايك وتعمل اشتراك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وهنتابع معاكم في الفترة اللي جاية كل حاجة بالتفصيل في مواضيع الإسكان وموضوعات كتير بتهمك. والسلام عليكم.